السلام عليكم. اليوم نتحدث عن واحدة من أبرز مفاجآت كأس العالم 2026، حيث سقط المنتخب البرتغالي في فخ التعادل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف لمثله، في مباراة كانت الجماهير البرتغالية تنتظر منها انطلاقة قوية نحو المنافسة على اللقب. منذ الدقائق الأولى دخل المنتخب البرتغالي المباراة بعزيمة كبيرة وسيطر على الكرة بشكل واضح، مستفيداً من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها نجومه وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو. الضغط البرتغالي لم يتأخر كثيراً، حيث تمكن جواو نيفيس من تسجيل هدف التقدم بعد هجمة منظمة أشعلت المدرجات ومنحت الجماهير شعوراً بأن الأمور تسير في الاتجاه المتوقع. بعد الهدف، اعتقد الكثيرون أن البرتغال في طريقها لتحقيق فوز مريح، خاصة مع الفارق الكبير في الأسماء والخبرة بين المنتخبين. لكن منتخب الكونغو الديمقراطية أظهر شخصية قوية ولم يستسلم أمام الضغط البرتغالي، بل بدأ تدريجيا في الدخول إلى أجواء المباراة وفرض أسلوبه داخل الملعب. ومع مرور الوقت، بدأ المنتخب الإفريقي يكتسب المزيد من الثقة، بينما ظهرت بعض المساحات في دفاع البرتغال. واستغل لاعب الكونغو إحدى الكرات الثابتة بشكل مثالي، ليتمكن يوان ويسا من تسجيل هدف التعادل وسط فرحة جنونية من الجماهير الكونغولية التي لم تصدق ما يحدث. هذا الهدف غير مجرى اللقاء بالكامل. المنتخب البرتغالي وجد نفسه مطالبا بالعودة من جديد للبحث عن هدف الفوز، بينما تراجع منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة حقيقية على الدفاع البرتغالي. في الشوط الثاني، دفع المدرب البرتغالي بعدة أوراق هجومية أملا في استعادة التقدم، وواصل لاعبوه السيطرة على الكرة وصناعة الفرص. كريستيانو رونالدو حاول أكثر من مرة، كما صنع برونو فرنانديز العديد من الفرص الخطيرة، لكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة في معظم المحاولات. في المقابل، قدم حارس مرمى الكونغو الديمقراطية مباراة استثنائية، حيث تصدى لعدة فرص محققة وحافظ على آمال منتخب بلاده حتى الدقائق الأخيرة. كما أظهر المدافعون روحاً قتالية كبيرة وأغلقوا جميع المنافذ أمام الهجوم البرتغالي. ومع اقتراب نهاية المباراة، ازداد الضغط البرتغالي بشكل كبير، لكن المنتخب الكونغولي صمد أمام كل المحاولات، بل إن بعض الهجمات المرتدة كادت تمنحه هدف الفوز في لحظات مثيرة للغاية. وعندما أطلق الحكم صافرة النهاية، كانت النتيجة تشير إلى تعادل تاريخي بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بينما شعر لاعبو البرتغال وجماهيرهم بخيبة أمل كبيرة بعد ضياع نقطتين ثمينتين في بداية المشوار. هذا التعادل يضع المنتخب البرتغالي تحت ضغط مبكر في المجموعة، ويجعله مطالبا بتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة إذا أراد مواصلة طريقه نحو الأدوار المتقدمة. أما منتخب الكونغو الديمقراطية فقد وجه رسالة قوية للجميع بأنه لن يكون مجرد ضيف شرف في هذه البطولة، بل فريق قادر على صناعة المفاجأة ومنافسة أقوى المنتخبات. فهل يستطيع المنتخب البرتغالي استعادة توازنه في المباريات المقبلة؟ أم أن هذا التعادل سيكون بداية لمتاعب أكبر في كأس العالم 2026؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة.